كوارع ب60 جنيه ومخدتش وقت اكتر من ساعة على النار. ازاي الكلام ده؟ يا بلاش. تعالى اقول لكم على طريقتها. شايفين بقى السبوسه ما شاء الله يعني. تعالى اقول لكم على طريقتها كده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تزوروا القناه، فضلا وليس امرا. الكوارع جبتها شطفتها كويس مره واتنين وتلاته بطريقتك المعتاده، وبعد كده غليت ميه على النار ونزلت بالكوارع كلها كده مره واحده. دي هعمل لها كده غلوه مبدئيه كده، غلوه اولى من غير اي خضار من غير اي توابل. في الغلوه دي بيظهر لي ريم كده على الوش، ببدا ان انا اتخلص منه كده اول باول. والكوارع ما بتاخدش هنا في الغلوه دي اكتر من 10 دقايق تقريبا، بس بحيث ان انا اتخلص من الريم. ويعتبر يعني بتطلع كل الفضلات اللي موجوده فيها على الوش. ببدا بعد كده اشيل الكوارع من الحله واركنها على جنب. تمام. وبعد كده بشطفها وانزل بيها في ميه مغليه نضيفه كده مع شويه خضار وشويه بهارات. طيب ايه حكايه الكوارع بتاعتك ام 60 جنيه دي؟ انا رحت للجزار وجيت اطلب منه كوارع، لقيت الرجل ب 250. بصوا هنا الخضار اللي موجود: بصل وجزر وكرات كرفس فصوص توم، وعندي جنزبيل هنا ببقى محتفظه بيه في الفريزر، بقطع منه قطعه كده واحطها، وشويه بهارات بقى: ورقتين لورا، فصين حبهان، حبوب من الفلفل الاسود، وشويه من الكبابه الصيني. بس دي كل الحكايه. والملح بحطه في النهايه خالص. بديها تقليبه كده على النار، وبعد كده بغطي عليها وبسيبها على النار لمده ربع ساعه. ده شكلها بعد ربع ساعه. بطفي عليها واسيبها ليله كامله كده بالشكل ده، وتاني يوم الصبح بعلق عليها وبتبقى معايا برضو بالمنظر ده. ده تاني ربع ساعه. العصريه كده بعد ما الحله تبرد خالص تماما، ببدأ برضو أشغل عليها النار حوالي ربع ساعة. والصبح في اليوم اللي بعده بشغل عليها برضو ربع ساعة من بعد الغليان. وبكده بتكون الكوارع بتاعتي استوت وبقت بسبوسة، بتبقى ما شاء الله عليها. ببدأ بقى أخرجها كده من الحلة. وطبعا هنا الشوربة بتاعتها تركزت كويس وقصرت، تقدري تزوديها مية لو تحبي. بقطع الكوارع بعد ما بتبرد وحرارتها بتهدى كده، بقطعها بالمقص. ده بيكون اسهل بالنسبه لي من السكينه، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب انت جبتيها بقى هي ب 250 الكرع الواحد، اللي هي الرجل القدامانيه. شايفين بقى الاول النخاع؟ بصوا بقى، يعتبر اجمل سندوتش في التاريخ. شايفين؟ يا رشه ملح فلفل اسود وقلب قلب كده مع بعضه وايه، بالهنا والشفا. عندي حزمه كزبره، ببدا ان انا افرمها ناعم بالشكل ده. هعمل لكم بقى شوربه فولاذيه تحفه. عايزه اقول لكم اللي هيجربها مش هينسى طعمها ابدا. الجزار بقى قلب 250. وكانت في واحده ست برضو واقفه جنبي عايزه تجيب، واتصدمت من السعر فراجعه بظهرها. رحت مناديه عليها وقلت لها تعالي تعالي كده، ايه رايك نقسمها بالنص بيننا وبين بعض؟ فالجزار سمع الحوار فقال طب هقول لكم على حاجه. بصوا بقى، انا عندي شويه عصب الكيلو منه ب60 جنيه، نفس تاثير والافكت بتاع الكوارع، ايه رايكم تاخدوا منه؟ فرحنا واخدين كل واحده منه كيلو كده، او حسب الكميه اللي هي حباها. وما شاء الله في منتهى الجمال. بصوا بقى، هنا في حله على النار حطيت معلقتين زيت، ونزلت بالثوم لحد ما اصفر بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده نزلت بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم، علشان خاطر اتخلص من المادة الحافظة اللي موجودة فيها. وعندي عصير طماطم، هبدأ ان انا انزل بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهعمل كده صلصة حلوة كده للكوارع بتاعتي. انا هعمل 3 اصناف كده من الكوارع، هيعجبكم قوي. شوية ملح وفلفل ومعلقة سكر علشان تعادل حموضة الطماطم وما تبقاش حامية كده وتقيلة على المعدة. وبعد كده بقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واغطيها واسيبها على نار هادية لحد ما تتسبك. في اثناء ما تتسبك بقى كده، بنزل بمعلقتين من الزيت وحته زبده صغيره خالص، يعني حوالي نص معلقه. وبعد كده بنزل بالثوم المفروم وبقلبهم كويس لحد ما لونه يصفر. وبعد كده بنزل عليهم بشويه آم، الكزبره الخضراء. لو لسه ما عملتوش لايك، فضلا وليس امرا اعملوا لايك واعملوا اشتراك لو اول مره تزوروا القناه. رشه ملح ورشه فلفل اسود خفيفه كده لحد ما لون التوم يبقى ذهبي. وبعد كده بنزل بشويه من الكزبره الخضراء. مش عايزه اموت الكزبره الخضراء معايا او انشفها خالص، عايزاها برضو يبقى فيها كده روح
وفيها طعم حلو، يعني يا دوب ريحتها بتظهر وتاخد تشويحتين وتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في حله على النار هبدا انزل بماده دهنيه، شويه زيت، حته سمنه، زبده المتوفر عندك، وعندي شويه رز مغسول بس مش منقوع ولا حاجه. وبعد كده بشوح الرز كويس. هنا شايفين الصلصه بقى ما شاء الله عليها، اتسبكت كويس وبقت اتركزت وبقت لونها حلو. ببدا اخد منها مغرفتين صغيرين كده او مغرفه كبيره واركنهم على جنب. بتبل الرز بتاعي بشويه ملح وفلفل اسود وفص واحد من الحبهان، بفتحه كده بسيط وبنزل بيه على الرز. تقدري تحطي ورقه لورا، تقدري وهو بيتشوح تحطي فص مستكه، بيدي طعم حلو قوي للرز. وبنزل بشويه ميه مغليه يا دوب تغطي الرز بعقل الصباع، وبغطي عليها وبسيبها على نار عاليه. وهنا بقى ما شاء الله الصلصه خدت تسبيكه مظبوطه. نزلت بقطع الكوارع اللي انا قطعتها، وبعد كده بسيبها كده على نار هاديه واغطي عليها واسيبها تشكشك كده مع بعضها. هنا ما شاء الله الرز خلاص يعني اتشرب، فبهدي عليه. الكوارع نزلت عليها بطبق كده من او مغرفتين 3 من المرقه بتاعت الكوارع على حسب الكميه اللي انت عايزاها. هنا بقول لكم ان الرز خلاص بقى بديله تقليبه كده وبهدي عليه لان هو كده دخل في سوا. عايزه اقول لكم بقى العصب ده تجربه حلوه قوي وجميل جدا ما شاء الله، يعني نفس الافكت ونفس التاثير بتاع الكوارع. هنا عندي رغيفين بلدي قطعتهم بالمقص بالشكل ده، وبدات ان انا اشوحهم كده في معلقه زيت، حته سمنه المتوفر عندك، زيت على سمنه لحد ما يبقى لونه ذهبي. وبعد كده نزلت بمغرفه صغيره من الصلصه او معلقتين من الصلصه بتاعه الطماطم. وبعد كده حضرنا كده الفته، تقدري تعمليها بالخل والثوم، تشوحي توم مع العيش، وبعد كده تنزلي بمعلقتين خل وتنزلي بالمرق. هنا حطيتها في الطبق اللي انا او في الصينيه بتاعتي، نزلت بالعيش وبعد كده شربتها شويه كده من المرقه، وبعد كده نزلت بالرز، وعملت طبق الفته بتاعنا المعتاد اللي تقدري تزينيه وتقدميه بالشكل الحلو اللي تفضليه. قدمت بقى قطع الكوارع عليها كده ومعلقتين من الصلصه اللي احنا برضو شلناها، ووزعت كده كام نقطه على الرز بيحبوه هنا عندي قوي. وبعد كده شفتوا بقى الطبق الحلو بتاع الكوارع ده اول صنف عملناه من الكوارع بتاعتنا الرخيصه ام 60 جنيه، اللذيذه دي قوي دي. طبق لذيذ جدا جدا وشكله حلو، كلنا معتادين عليه، بس بالكوارع حاجه تانية غير اللحمه كمان. الطبق التاني بقى نزلت في السلطانيه بتاعتي بالكوارع اللي انا مقطعاها مع شويه مرقه كده غليتها، وبعد كده نزلت بالطشه الحلوه الخضره الجميله دي. عايزه اقول لكم انها بتنقل الكوارع لطعم تاني جدا. وعندي طبق الصلصه الحمراء، الكوارع بالصلصه طعمها برضو لذيذ جدا والكل بيفضلها. وبهنا وبكده يكون انتهينا من الفيديو، واشوفكم على خير.